السلام عليكم. غنبداو هذا الفيديو ديالنا ان شاء الله بالصلاه على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اليوم غنقترح عليكم رفيسه بالملوي كيف ما كتشوفوا بالجداد بلدي على طريقه عاديه تقليديه. يلا تبعوا معايا المراحل وطريقه التحضير. احنا قطعنا الفرج هنايا بلدي ديالنا، عدلت له هنايا واحد المعلقه الثوم وعدلت التوابل، عملت معلقه كبيره ديال راس الحانوت ومعلقه البزار ومعلقه ديال السكينجبير وشويه ديال القزبر حبوب مطحون والخرقوم عدلتهم هنايا. دابا غنعدل فتيوته ديال الزيت، زيت الزيتون غنعدلو، نعدل الملح طبعا وشويه السمن. بسم الله. دابا غنعدل هنايا زيت الزيتون، انا كنخوي هنايا. دابا غنقطع البصل ان شاء الله وغنزيد عليه. من بعد عملت نص كاس ديال زيت الزيتون ونص كاس ديال زيت عاديه. دابا غنعمل هنايا واحد المعلقه كبيره ديال السمن، هي طيحتها، وغنعدل هنايا البصل. بسم الله. عندي هنايا تقريبا واحد نص كيلو هنايا د البصل قطعتها رقيقه صافي. ودابا غنشعل عليها وغننزل هذه قبيطه عندي مربوطه ديال القزبر والمعدنوس. دابا غنشد عليها، نعملها نشعل عليها البوطه ونخليها تشحر. دابا هي عدلناها هنايا كتشحر، دابا عدلناها كتشحر مزيان. دابا عندي هنايا واحد المعلقه د العدس ومعلقه د الحلبه وواحد راس د الثوم. انا مبغيتش نكثر الحلبه والعدس لان العيال ما كيعجبوهمش، بغيت نعمل غير فتيوته. دابا شويه غنطيحهم هنايا ان شاء الله وغنمرق الطنجره ديالي. دابا انا غنمرق الطنجره ديالي. بسم الله. عدلت الماء غلياني، دابا غنعدل المرق الكافيه ديالها ونشد عليها لان الجداد بلدي كيبغي الوقت باش يطيب. صافي هيدا صافي طيحت قبيله ديك الحلبه والعدس وهذه. دابا غنطيح هذا الرويس ديالي د الثوم وغنشد عليها. دابا عدلت هنايا طحين د الزرع عندي مغربل مع شويه ديال الفين، وحتى هو عندي طحين د الزرع مغربل وعندي فرينه حتى هي مغربله، وعملت فتيته د الملح صافي كتعجن غير بالماء باردين والملح. دابا غنعجنوها ان شاء الله. من بعد ما عجنا العجينه تبارك الله دابا هي مدلوكه. دابا غنلويوها هنايا العائله الاولى نلويوها مع بعضنا ونعدلوا مليويات باش ان شاء الله نطيبوها. ها هي العجينه ديالنا كيفاش مدلوكه تعاملت شبابق. دابا نبقى نعملوها باندات بحال هيدا، نعملوها هيدا طويله ونخليوها ترتاح هكذا ان شاء الله. هذيك الساعه عاد نطلقوهم، غنعملهم انا كبارين دغيا باش نسالي دغيا. نعدلوها غير بالزيت بوحديتو صافي. كنعدلو لهم هاد الطريقه هيدا صافي. كنبداو نطلقوهم، كنبداو نلويو بلا حتى شي حاجه، غير الزيت بوحديتو ما كنكثروش صافي. ما كنحاولوا ما نكثروا لهم شي الزيت، خصهم يكونوا شاتفين صافي. نبقى ماشي معاهم هيدا. المهم انا نوريكم وحده كامله صافي. هيدا كنعدلو لها نبقى ماشي معاهم هيدا حتى الاخر صافي. غنبداو هيدا ونكملوها ان شاء الله. دابا غنكملوها هيدا صافي. ساليناها لويناها هيدا، عملناهم كبارين ان شاء الله باش نساليو، باش مابقاوش نعملو دوك الستيتوين صافي. هيدا هي بالزرع داكشي باش بالزرع باش هيدا نعدلو لها هي بالزرع باش العجينه جات مرخوفه شويه صافي. دابا هيدا نعدلوها هيدا صافي. هيدا صافي ونخليوها ترتاح، ضروري خصها ترتاح. دابا عملناهم هنايا. دابا انا عملت المقله ديالي فوق البوطه كطيب. انا دابا عدلتها هنايا كطيب. دابا بلاتي ان شاء الله حنا نقلبوها هيدا بشديتو هيدا حتى طيب مزيان. نحمروها وطيب على المهل. ديك الساعه ان شاء الله نفرتوها. عندي الطنجره هنايا فوق البوطه باقي عملتها كتشحر فتيوته ونطفي عليها. بعد ما طابت ها هي دابا صافي جبناها سخونه صافي. غنبداو دابا نفرتوها ونحاولوا على اننا نفتحوها من الوسط مزيان، نعدلوها رقيقه صافي. دابا نساليو ان شاء الله تنساليو هذه الكميه كامله. هو الشكل النهائي ديال الرفيسه ديالنا اللي عدلنا. بصراحه عملناها عاديه ماشي بريستيج ولا شي حاجه، المهم غير نضار ليلنا وصافي. هو الشكل النهائي. كنتمنى هذا الفيديو ديال اليوم على انه ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش انكم تبارطاجيو مع اصحابكم وتعملوا لايك. الى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله.